هو أنا لسه ينفع استعمل انفلونسر ماركتينج؟ هاي، أنا تسنيم أنديل من إيكون بلاكر، والنهاردة هتكلم معاكم عن الانفلونسر ماركتينج. هو لسه في حد بيستعمله؟ 51% من الأونلاين ستورز بتستعمل ومعتمدة على الانفلونسر ماركتينج. يا ترى ليه كل الناس دي بتستعمله؟ هو أنا كمان لازم استعمله؟ أيوة، وهقنعك ليه. 3 أسباب تخليك تمشي ورا الانفلونسر ماركتينج وانت مغمض عينيك. 50% من الميلينيالز اللي هي الناس المولودة من سنة 81 لسنة 96 بيثقوا بترشيحات الانفلونسرز اللي هم بيثقوا فيهم وبيتابعوهم. 2 ال ROI اللي هي Return on Investment، بالعربي العائد من الاستثمار. البيزنس اونرز اللي بيستعملوا الانفلونسر ماركتينج بياخدوا على كل $1 بيصرفوه على الانفلونسر ماركتينج $5.5، يعني 5 أضعاف اللي بيدفعوا. فده معناه ان الريتيرن اون انفستمنت، يعني العائد من الاستثمار في الانفلونسر ماركتينج، هيديلك 5 أضعاف اللي انت بتصرفه. طبعا النسبة دي ممكن تختلف، تقل او تزيد، بس ده وفقا للمتوسط اللي الاحصائيات طلعته. ولو هنتكلم عن كيس ستادي حصلت معانا، ففي ستور حقق $20,000 مكسب من بس الانفلونسر ماركتينج. دي الاسباب اللي تخليك تكونسيدر او تحط في عين الاعتبار ان انت تستعمل الانفلونسر ماركتينج تكنيك في الستور بتاعك. طب خلاص، عرفت هو مهم ليه. هتعمل ايه بقى؟ 4 steps او 4 خطوات لو مشيت عليهم هتقدر تعمل الانفلونسر ماركتينج تكنيك بطريقة ناجحة وسهلة. اولا، تحدد اهدافك. تعرف ايه الاوبجكتيفز اللي انت مستنيها من الانفلونسر اللي قدامك ده، ايه النتيجة اللي انت مستنيها، عشان على اساسه تقدر تحدد طلباتك واحتياجاتك والخطة اللي هتمشي عليها. يعني خلينا نقول مثلا ان انت هدفك الانتشار او ان انت تفرقع بسرعة في السوق، يبقى هتكلم اكتر من انفلونسر في نفس الوقت، تعمل اكتر من ديل، وتخلي الكامبين بتاعت كل الانفلونسرز دول ينزلوا في وقت واحد علشان يعمل ضجة مرة واحدة. تاني حاجة ان انت تختار الانفلونسرز المناسبة ليك وللستور بتاعك. يعني ما يبقاش مثلا المتجر بتاعك او الستور بتاعك بيبيع منتجات تجميل وتروح لانفلونسر طبخ او انفلونسر بيعمل ريفيوز عن اكل، حتى لو مشهور او شعبيته اكتر. طب هنقف عند الخطوة دي شوية ونعرف مع بعض ايه اصلا انواع الانفلونسرز وازاي اختار انهي انفلونسر هتعامل معاه. انت عندك نانو انفلونسرز، مايكرو، ماكرو، ميد تير، وميجا، وبعدين السليبرتيز. السليبرتيز مش انفلونسرز قوي، فتعالوا نركز على الاربعه التانيين. النانو انفلونسرز من 1K، من 1000 فولور ل 10,000 فولور. المايكرو من 10,000 ل 50,000. الميد تير من 50,000 ل 500,000 فولور. بعد كده الماكرو انفلونسرز من 500,000 لمليون. واخر حاجة الميجا انفلونسرز اللي هم عندهم اكتر من 1 مليون فولورز. طبعا كل انفلونسر من دول سعر الكامبين معاه بيختلف، فتعال اقولك ممكن تختارهم على اساس ايه. خلينا نروح للمثال اللي انا اديته من شوية، ان انت لو هدفك الانتشار، فده معناه ان انت محتاج اكتر من انفلونسر، فده معناه كامبينز اكتر وبيمنت اكتر. فبالتالي مش هينفع تختار ميد تير او ماكرو او ميجا، لان دول اسعارهم عالية جدا ان انت تختار اكتر من واحد في نفس الوقت. فاختيارك هنا ممكن يروح للمايكرو انفلونسرز. والمايكرو انفلونسرز من وجهة نظري من انجح الانفلونسر ماركتينج اللي ممكن تستعمله، وهقولك ليه في اخر الفيديو. طيب مثال تاني، لو انت هدفك ان انت تبني براند ايمج، يعني صورة للبراند بتاعك تبقى trustworthy وفيها مصداقية للعميل بتاعك، فانت هنا هتحتاج تروح لحد معروف اكتر وليه شعبية كبيرة. فده مثلا هيخليك تتجه على طول للماكرو انفلونسرز او الميجا انفلونسرز. كده عرفنا نوع الانفلونسرز ونختارهم بناء على ايه. نرجع بقى نكمل الخطوات بتاعتنا. الخطوة الثالثة انك تختار البلاتفورم اللي عايز تعمل عليها الماركتينج. يعني هتختار تنزل الاعلانات بتاعتك على انستجرام، تويتر، فيسبوك، تيك توك، يوتيوب. هتختار البلاتفورم بتاعك. طب اختار البلاتفورم برضو على اساس ايه؟ 97% من الناس اللي عندها اونلاين ستورز او اونلاين بيزنسز بتستعمل الانفلونسر ماركتينج على انستجرام، وده عشان الماركت بيقول ان انستجرام انجح بلاتفورم للانفلونسر ماركتينج تكنيك. يعني لو عايز تعمل انفلونسر ماركتينج بالذات تروح لانستجرام.
يجي بعده على طول تيك توك، وبعدهم يوتيوب وفيسبوك وتويتر اخر حاجة. يبقى احنا كده اخترنا الانفلونسر والبلاتفورم اللي هينزل عليه الكامبين بتاعة الستور بتاعك. تيجي بقى الخطوة الرابعة والاخيرة، ان انت تعمل بروبوزل للانفلونسر ده. اهم حاجة وانت بتتواصل مع الانفلونسر ده ان انت تبقى بروفيشنال، والمسج اللي هتبعتها تبقى ستريت فورورد، واضحة ومحددة، وتتكلم عن الستور بتاعك as a brand، مش بتتكلم عن نفسك كشخص. واهم حاجة ان انت تبقى بتعمل الديل المناسب ليك، تشوف الريتس بتاعتهم ايه، وتشوف الكامبينز بتاعتهم بتتكلف قد ايه على اي بلاتفورم او على البلاتفورم اللي انت اخترته، وتشوف الستوريز عندهم بكام، البوست سعره ايه، الريل سعره ايه، وتبقى طلباتك محددة عشان في الاخر توصلوا لديل مناسب للطرفين. كده عرفنا مع بعض الفور ستيبس اللي انت محتاج تعملهم علشان تعمل الانفلونسر ماركتنج تكنيك. كنت قلت لكم من شويه ان انا هتكلم معاكم عن المايكرو انفلونسرز بالذات في اخر الفيديو، فتعالى اقول لك ليه المايكرو انفلونسرز من احسن الانواع. اول حاجه تبقى عارفها ان كل ما عدد الفولورز بقى اقل، كل ما كان الانفلونسر بيقدر يتواصل مع الفولورز بتوعه اكتر، فبالتالي بيبقى فيه engagement rates عاليه. وعادة لما بتكون الفولورز مش اكتر من 10,000 في رينج معقول، ما بيبقاش فيه احتمالية ان الفولورز دول ما يبقوش حقيقيين او الكاونت ما يبقاش مظبوط. تاني حاجة affordable prices، بمعنى ان اسعارهم بتبقى في المعقول، لان الفولورز كل ما بتزيد كل ما الاسعار بتزيد. فانت لما بتروح لمايكرو انفلونسر بتبقى عارف ان هو عنده فولورز معقولين، بيتواصل معاهم بطريقة كويسة، فالانجيجمنت ما بينهم عالية، وفي نفس الوقت مش هتدفع كتير. تالت حاجة الفاست ريتش، لان النوع ده من الانفلونسرز بيبقوا عايزين يوصلوا وبيبقوا عايزين يعلوا الفولورز بتاعتهم، فانت هنا ممكن تستغل الموضوع ده. فلما تسوق معاهم وهم يبتدوا يكبروا والفولورز بتاعتهم بتزيد، هتبقى وين وين، بمعنى ان انت كسبان وهو كسبان، وكل ما هو شعبيته بتزيد مكسبك كمان بيزيد. وطبعا كل الحاجات دي بتخلي عليهم هاي ديماند في الماركت، بمعنى ان اونلاين ستورز كتيرة قوي مركزة على المايكرو انفلونسرز. لسه بتفكر الانفلونسر ماركتنج شغال ولا لا؟ لو لسه عندك اي اسئله تانية سيبها لنا تحت في الكومنتس، وما تنسوش تابعونا على كل السوشيال ميديا بلاتفورم، فيسبوك جروب، انستجرام وتيك توك. باي باي.